بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله يحقن الدماء ونسأل الله يولي فينا ما يسلم. ما زلنا نرسل رسائل لأبناء دارفور ونتمنى ونسأل الله أن تصل هذه الرسائل وأن تحقق أهدافها. كنت نقلب في صفحات التيك توك، وجدت أنصار كيكل يدافعون عنه ويعني شانين هجوم على مني أركم الناوي. طيب، أولا إذا تحدثنا عن مني هو في غنى عن التعريف، سواء كان محليا ولا إقليميا ولا دوليا. مني أركم الناوي في غنى عن التعريف تماما. ولو اتكلمنا بصورة عامة عن الحركات المسلحة أو غادة الحركات المسلحة، سواء كان مني أو عبد الواحد أو جبريل، يعني كل الحركات ده في يوم من الأيام كانوا بيدافعوا عن دارفور وبيطالبوا بالحرية والعدالة والمساواة لكافة المجتمع السوداني ولدارفور بالتحديد. يعني كانوا بيطالبوا بالخدمات والتنمية المجتمعية لإقليم دارفور، وضحوا قدموا أرواح، خسروا يعني أعز الناس بالنسبة لهم في معارك بين الجيش وبين الحركات المسلحة في يوم من الأيام. بصرف النظر من اختلافنا مع الحركات المسلحة بأنهم الآن يعني على الأسف الشديد من المفترض حرب الدعم السريع مع الجيش كانت فرصة بالنسبة للحركات المسلحة في أنه ممكن كان بيحققوا أهدافهم وتطلعاتهم من خلال يعني تنسيقهم أو ترتيب مع الدعم السريع في محاربة الكيزان. لكن للأسف الشديد يعني هم الآن يعني اتضح أنه همهم المناسب وهمهم المكاسب المادية. نعم، نختلف مع الحركات المسلحة ويعني نحارب الحركات المسلحة، لكن بفهمنا نحن، ما بفهم أي زول آخر كأبناء دارفور إنه يعني قادرين نحاكم الحركات المسلحة أو نقدم نصائح للحركات المسلحة، وفي نفس الزمن نحن بندافع عن الحركات المسلحة. كيف يعني واحد ممكن يقول ليه انت يعني بتحارب الحركات المسلحة وتدافع عن الحركات المسلحة؟ طيب، لأنه يا أبناء دارفور لو عملنا مقارنة، الناس تركز في الكلام ده جيد، لو عملنا مقارنة بين كيكل وبين مني، القياس مع الفارق، كيكل ده منو؟ يعني كيكل ده منو؟ لو سألنا سؤال يعني كيكل ده منو؟ يعني المجتمع السوداني يعرفوا 200. كيكل ده المجتمع السوداني يعرفوا 200. المجتمع السوداني يعرف كيكل بعد ما انه كيكل انضم للدعم السري، ويعني شينا ما بين الدعم السري سنة كيكل، بمعنى انه الدعم السري انه يعني عرف المجتمع السوداني بزول اسمه كيكل. الدعم السري اللي انه يعني صنع من كيكل بطل. يعني ما اخليكم من انه الان كيكل والدري البطانه والكلام الكثير والجوة الحاصل الان، لكن الدعم السري اللي انه عرف المجتمع السوداني بزول اسمه كيكل. الناس عرفوا كيكل بعد دخول مدني، لان كيكل ده قبل اليوم ما معروف، والله انا شخصيا ما بعرفه. يعني كيكل اللي انا عرفته بعد ما انه الدعم السري دماه لصفوفه، وبعد ما انه يعني اصبح واحد او دعم من ضباط الدعم السري. يعني الان لانه ضباط الدعم السري الان معروفين، يعني ليه؟ لانه في كل منطقه يعني بيتصوروا في المنطقه باعتبار انه يعني كدليل على سيطرتهم على المنطقه. في اي منطقه بيتصوروا والقائد بيتكلم. وعلى الاسف الشديد كيكل ما كان من الغاد الميدانيين البخوض المعارك، او هو اصلا ما عنده مقدره لذلك ولا اهل لقياده المعارك. لكن الدعم السري معروف يعني العشاوس بخطابهم الشرس ويعني بانتصارهم الواسع على الجيش او على الكيزان، فانه كيكل يعني اخذ شهره من وجوده في داخل الدعم السري. يعني كل مجهودات كيكل لو جينا دارين نقارنه كيكل مع من اركم الناوي، يمكن الشيء قدمه كيكل وهو موجود مع الدعم السري، اضافه لانه تحركاته الاخيره بعد ما انه مشى للجيش ده كله. لو اتكلمنا عن النضال ده كله يعتبر نضال كيكل. سنه
2 سنين. طيب لو تكلمنا عن منا ركن الناوي، ده يعني زي ما قلت في بداية التسجيل ده، مني في غنى عن التعريف. لكن تعالوا شوفوا يا أبناء دارفور، زي ما قلت لكم زولكم ما تجدوه مهما كان سيء والله. وده علمتنا السياسة السودانية بالمناسبة. زولك ما تجدوه مهما كان سيء، معك من إقليم واحد، من ولايتكم، ولاية واحدة، من خريتكم، من أسرتك، صديقك، زميلك، زول معاك من إقليم واحد، ده خلاص ما تجدو مهما كانت الأسباب، مهما اختلفت معه والله امسك فيه قوي ما تجدى زولك، مهما كان سيء زولك ده خليه عندك. ما تحاول تخسره على حساب الآخرين، ما تحاول ما إنك تخسر زولك عشان إنك ترضي الآخرين، ما تخسر زولك ده عشان لمصلحة شخصية لك في نفسك، ما تخسر زولك ده لانك داير تحاول انك تتقرب من الاخرين او لمصالح شخصيه او لمكاسب ماديه. معلش وان كان الان يعني جزء من الحركات المسلحه الان اثبتوا لنا انهم يعني تخلوا عن قضيه دارفور، ويعني مالوا تجاه مصالحهم الشخصيه اكثر من قضايا الاقليم. لكن اذا كان هم مش في الاتجاه ده احنا بنبقوا زيهم. اذا كان الحركات المسلحه هم الان يعني اصبحوا جزء حتى انه يعني عن الجيش، ويعني ضد ابناء الحامش، لانه باعتبار الان الدعم السري تبنى قضيه الحامش. زي تكلمت في تسجيل طويل انه الدعم السري الان هو في مكان الحركات المسلحه، وحركات المسلحه هم في مكان الدعم السري. يعني منو انه بيصدق في يوم من الايام انه الدعم السري ده يعني يحارب الكيزان ويدافع عن قضايا دارفور، ويجي قائد الدعم السري يعتزل ابناء دارفور؟ منو كان خدت في باله انه الحاجه دي يحصل في يوم من الايام؟ ما متوقع انه طيب يعني ممكن يتوقع انه الحركات المسلحه ده في يوم من الايام يرجع انه الدعم السري؟ ممكن الحركات المسلحه لو هم وقعوا، لو اصبحوا هم واعيين وفكروا يعني ممكن يرجعوا للدعم السري ويتدامنوا مع الدعم السري ويتحالفوا مع الدعم السري. يعني ممكن عادي الحركات المسلحه تجي في التحالف اللا ارادي اللي طرحه احمد كسل، والله ممكن. وكثير الان منهم بيتصلوا يعني نتمنى انه الحركات المسلحه تطلع بشكل واعي وتعلن موقفها من يعني مع التحالف اللا ارادي ويبقوا جزء من الدعم السري. طيب يعني الان الحركات المسلحه او مني قدم الكثير وضحى بآلاف من ناسه، وضحى بعتاده العسكري، ضحى بعرباته بسلاحه بأهله بأسرته. زي ما تابعنا يعني كامل كاريزما بيقول يا كامل يا أخي أنا بيتصل لي في كل يوم، يا كامل ود أمتك مات، يا كامل أخوك شقيقك، يا كامل ود خالك، يا كامل ده ما أهل منا أركم منا. نزل يعني شيل قدموا أرواح، قدموا يعني خسروا، أتاتهم الحربي أتاتهم العسكري خسروا أهلهم وأسرهم. لكن رغم ذلك الآن يعني مناصرين الجيش حاول انه يدعو مني في مقارنه مع الزول اسمه كيك الله. يعني طبعا الاشخاص الدائما يصير وصفه بانه اسرع بشر على مر التاريخ. سريع في الهرب، تستغرب يعني ما عارفين يعني سرعته قدر شنو الله اعلم. لكن يعني على حسب طبعا انا الاشاوس قالوا اسرع زول على مر التاريخ. طيب الان هم يعني ما اخذتوا في اعتبارهم الشيء اللي خسروا مني اركم الناوي في سبيل انه يدافع عنهم هم. حتى اذا كان تكلمنا عن جزيره او اي مكان يعني ما مني كان عنده حركات يعني، وتقريبا اول مره ناس مني دول نزلوا في الميدان نزلوا في جزيره، على ما اعتقد اول مره نزلوا في جزيره. الكلام ده كله هم ما اخذته في الاعتبار. طوال اخذته كيكل في مقارنه مع مني، وحاول انه يدافعوا عن كيكل وحاول انه يشنوا هجوم على مني. ليه يعني؟ الكلام ده بيرجعكم لانه زي ما قلت انه زولك ما تجدو مهما كان يعني انت شايفه سيء او شايفه مجرم، زولك ما تجدو، لانه من المفترض يتم محاسبه كيكل لو في عداله، يعني لو فعلا في عداله. ما انتوا خلاص قلتوا انه الدعم السري ديل مجرمين والدعم السري يجب محاسبتهم. كيكل لا يعني في يوم من الايام هو قائد من قيادات او من قاده الدعم السري، وكيكل هو يعني سبب دخول الدعم السري الى الجزيره، كيكل هو من ادخل الدعم السري الى الجزيره، كيكل هو من قاد الدعم السري الى يدخل الجزيره. اذا كان الناس تتكلم عن انتهاكات انه الجزيره فيها انتهاكات، الجزيره فيها متفلتين، المواطن بيعاني في جزيره،
كيكل لما إنه هو كان حاكم لولاية الجزيرة. الأحق بالمحاسبة منه كيكل ولا الهجومكم على مني الآن لأي زول إنه الآن بيجي بيتكلم عن كيكل ده يعتبر إنه يعني إذا كان صحيح هذا المفترض يحاسب يعني بمفهومكم، وإن كان أنا نرى خلافا لذلك يعني لأنه هو في الدعم السري صحيح مشى مع أبناء الهامش باعتبار إنه الدعم السري الآن بتبنى قضية الهامش، فإنه هو وقف مع الدعم السري بعد ذاك هو انتكس رجع للجيش، ده حاجة تاني. بعد إذا إنه ناس الدعم السري استلموه في الميدان ف بعد ذاك يعني حتشوف شيء كيكل يعني تشوف حاجة جديد تتألم الشيء ما يتألمته. يعني لما يمسكوك ناس الدعم السري لو قبضوك بعد ذاك إنه بيوروك الدعم السري الجد جد. والله النازل الآن يعني أنا عارف لكن خيط أنا ده كده بين أقول لك إنه يعني ربنا ينجيك ما يمسكوك ناس الدعم السري. والله الأمكوك ده لو استلموك كيكل الله أعلم، لكن يعني أمورك بجود. انا ده كده خايته والله يعني بكل صدق يعني نسال الله انه يعني ما يمسكوك يا كيكل. والله الكوك دي لو مسكوك حيوروك يعني يسوي فيك عمليه عمرك ما شفته. فلذا انه يا ابناء دارفور ابقوا ناس واعين وابقوا ناس يعني خلوا انه يكون عقولكم عقول بتفكر. يعني شوفوا الان الناس اللي كان بيتكلموا انه يعني كيكل واحد من المجرمين طوالي كيكل لما جرى اجي لاحدانهم احتضنوه احتفلوا به وجعلوه بطل. وزي ما احنا متفقين حرمني كيكل ابشر هنا وراك يا كيكل حرمني هنا وراك ابشر ابشر يا كيكل ابشر. طيب كيكل ده ليه ما يحصوا؟ مش كان بيتكلم عن انتهاكات في الجزيره؟ ليش بتضحكوا في الاعلام انه انتهاكات في الجزيره وده مصر دخل الجزيره وده مصر فعلوا وعملوا بالجوت الكثير ده؟ ما يا كيكل دخل الدعم السري جاكم ما امسكوا حاسوه. قالوا لا كيكل ده مننا وفينا واحنا زولنا ما بنجدوه. قالوا عديل كيكل ده ولدنا ونحن اهله. طيب يا ابناء دارفور مني ده ما واحد مننا ما زولنا ما من اهلنا ما من اقليمنا ما كان في يوم من الايام بيدافع عنا؟ لانه بكل بساطه المساله هي مساله عنصريه وجهويه وقبليه، ويتاكدوا تماما انه مساله العنصريه والجهويه والقبليه في السودان ما بينتهي بالساهل. والله ده الشيء اللي انا يعني من خلال متابعتي للمشهد السوداني وعلى الراهن السياسي عموما انه مساله الجهويه والعنصريه دي في السودان ما بينتهي بالساهل. يعني مهما كان يعني الناس الان خلاص زول منه ما فيهم يعني كيف اللي خلاص مسألته بالنسبه لهم هم شيء عادي طبيعي جدا انه يمشي للدعم السري، وبكره اي واحد من الدعم السري لو رجع للجيش خلاص بيعتبروا زولهم. لكن زول ده ما يبقى من اقليم دارفور او من كردفان او من ابناء النيل الازرق ما مقبول. لو واحد من ناس الدعم السري من الضباط المعروفين لو من ابناء كردفان او ابناء دارفور او النيل الازرق رجع للكيزان او للجيش الله اعلم لكن بيصفوه. نحن كان تابعنا قصة جندي يتواصل مع واحد من اقربائه ولا لعله اخوه في الدعم السري تم اعدامه. الان نحن متابعين يعني ابناء اقليم دارفور في اماكن التعدين في المناجم في ولايتي الشمالية ونهر النيل بيتم تصفيتهم. تم تصفيتهم قبل ما انه تدخل الدعم السري الى الجزيرة اتهاما يعني بهتانا أزورا انه هم من حوادث الدعم السري او تابعين للدعم السري فقط لانهم هم من ابناء دارفور. تم تصفيتهم. تابعنا انه يعني في سنار تم اعتقال طلاب في خلوة الشيخ اكليل تم اعتقالهم لانهم فقط هم من ابناء دارفور. الطلاب بيقروا قرآن قالوا من حوادث الدعم السري تم اعتقالهم. الآن نحن بنطالب وبنشاهد إنه الطيران بيضرب المواطنين الأزل الأبرياء فقط لأنهم هم من إقليم دارفور ليس لهم ناقة ولا جمل في هذا الحرب، لكن اتهامهم بهتانا أزورا إنهم من حوادث الدعم السري وتابعين للدعم السري وداعمين للدعم السري. فبالتالي إنه يعني الآن بيعانوا معاناة كبيرة جدا بسبب الطيران. نتمنى يا أبناء دارفور الرسائل تصلكم وتكونوا واعيين وتكونوا فاهمين. نعم لوحدة الهامش، نعم للتحالف اللا إرادي، وزي ما إنه بنكرر دائما أنا في تقدير أو في نظري هو تحالف إرادي.
لانه لو المجتمع الدارفوري يعني لو فهمت انه العنصريه والجهويه اللي بتمارس تجاه الاقليم، تجاه ابناء الاقليم، لو وحدتوا نفسكم ويعني كلكم هتدخلوا في تحالف ده اراديا، وبالتالي انه يعني قوتنا بتكبر، وبانه هيكون عندنا مقدره كبير جدا يعني انه في محاربه اعداء الاقليم او اعداء السودان عموما. نسال الله انه ربنا يخن الدماء، ونسال الله يولي فينا ويصلح. نلتقي مدى الله في العجال. تحياتي.